حبيت أهنئ كل الناس اللي تضرروا من حسن نصر الله وحزب الله وهذول جماعة إيران. كل الناس اللي تضرروا بسببهم حبيت أهنئهم باغتيال حسن نصر الله وذهابه إلى الجحيم. وهذا أحد الشياطين خلصنا منهم، وإن شاء الله يوم اللي نخلص من الشيطان الكبير مالتهم خامنئي. وشكرا إسرائيل، شكرا لأنه تساعدونا على أنه يتحرر الشرق الأوسط من الشياطين ومن الأشرار، وكل واحد يدعم حزب الله ويدعم على أساس القضية الفلسطينية. هذا خلي يروح يموت بغزة، خلي يروح ينقبر في غزة، مو قاعدين بس حكي. تحبوهم روحوا موتوا وياهم، زين. وهذا نصر الله اللي قال سنمحي إسرائيل، وإن هو اللي انمحى. فكل واحد يحكي على إسرائيل ويقول إسرائيل يجب أن تمحى من الوجود واليهود لازم يموتون، هو اللي راح يموت. فديروا بالكم من تحكون حكاية، من تطلعون حكاية من حلقكم حسبوا حسابها. إسرائيل ما تشاقة، إسرائيل مو مثلكم بس حكي. إسرائيل ما أقول قول وفعل، أقول فعل. إسرائيل ما يحجون بس يفعلون، ولما يشيلون إيدهم ويضربون ضربتهم ثقيلة. فديروا بالكم، شقة لا تشاقون ويا إسرائيل، لا شقة ولا جد، زين. حتى حكاية من تحكوها حسبوا حسابها قبل ما تفكون حلقكم. فإذا تريدون تموتون هاي الموتة الشنيعة اللي ماتها نصر الله واللي ماتها سليماني وبعد الحبل على الجرار، هاي بس البداية. بعد جايكم انتو سويتوا طوفان الأقصى، جايكم الطوفان اللي انتو بديتوه، بس مو انتو اللي تنهوا، بديتوه على إسرائيل. إسرائيل هي اللي تقرر شو وقت راح تنهي ووين راح تنهي وشلون تنهي. فلا تستخفون بناس تحملوكم وسكتولكم هواية. ومبروك أنه خلصنا من هذا الشيطان، والجاي أحلى وأحسن. والعراق اللي طلعت منه الصواريخ، أنا أصلا من العراق، أتمنى أنه كل مكان طلع منه صاروخ تجي ضربة. وإذا الناس يقبلون أنه هاي الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران والإرهابيين اللي تابعين لكل منظمة إرهابية في العالم يطلع من بيتهم صاروخ، فإذا أجاهم صاروخ من إسرائيل رداً عليه فلا يلومون إلا أنفسهم. والشعوب المتواطئة والضعيفة والمستسلمة للشر ما تستحق تعيش، وإذا بقت عايشة تبقى عايشة ذليلة وتعيش حياة بمثابة عقوبة أسوأ من الموت، فيموتون أحسن لهم. ولا تقولون إسرائيل قاعدة تضرب المدنيين. إسرائيل ما عندها شيء والمدنيين، إسرائيل تضرب المكان اللي يطلع منه صاروخ يروح على شعبها حتى يقتلهم، زين. فشكرا يا إسرائيل، شكرا يا أيها الجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية والموساد والصهاينة. تريدون تقولون علي صهيونية، إيش فايت لي؟ هذا أصلا شرف إلي، أعتز بي، أتمنى. إيش فايت لي؟ إيش فايت لي لو صدق صهيونية؟ لو صهيونية كان صار براسي خير، ما كانت هجولت من البلد. اللي لو بلدي بناس مثل الصهاينة كان عرفوا يوقفون الأشرار عند حدهم، كان دافعوا عن شرف العراقيات، مو تهجولنا بالدول وطبت علينا داعش، فعلت بنسواننا، باعت واشترت بيهم. وإيران طابة هسه ذل بالعراقيين، فاللي يقبل يعيش الذلة خليه يموت أحسن له. فأشكر إسرائيل مرة ثانية، وشكرا يا إسرائيل. وهالهولة الموتة حسن نصر الله موتناه وخلصنا منه، بعد اللاخلة أكبر منه. وشكرا.